المغرب يدخل داخل الاتحاد الافريقي باش يفجروا من داخل يفكك الاتحاد الافريقي. نعم. سيد سعيد العياشي، نعم هذه النقطة مهمة تكلمت عليها فيما يتعلق بالتغلغل الاقتصادي اللي مهم جدا في الناحية الافريقية. انت تعرف بانه رهانات كبيرة. نعم رهانات كبيرة صحيح. انت تعرف بانه الجزائر متأخرة كثير في هذا المجال، تقريبا منذ شهر او شهر ونصف منذ انعقاد المؤتمر الافريقي الاستثماري الافريقي. يعني استثماراتنا في القارة الافريقية ضعيفة إن لم تكن منعدمة مقارنة بدولة المغرب اللي عندها استثمارات قوية وعندها تغلغل اقتصادي كبير داخل القارة الإفريقية. وهذا ما يخلق سيد سعيد العياشي نوعا من الشكوك، نوعا من الريبة فيما يتعلق بهذا الإلحاح وعودته إلى الاتحاد الإفريقي. يعني المغرب خلال 30 سنة بنى قاعدته الاقتصادية داخل القارة الإفريقية، اليوم يحاول أن يسيطر عليها من الناحية السياسية، وأنت تعرف بأن الدول الإفريقية يعني منعولوش عليها كثير من الناحية السياسية. تحديد في إفريقيا الغربية اللي تم موجودين البلدان أنصار المغرب. الحقيقة والاقتصاديين يقول لك باللي استثمارات المغرب الكل بالخسارة، هي استثمارات تمثيلية للمغرب حقيقة داخل استراتيجية باللي المغرب صحيح. موجود في هذه البلدان. نعم. لو كان نحكم شركة الطيران المغربية العرام هي بالخسارة، راهي تخدم بالخسارة مع البلدان الافريقية. البنوك كتجارة وفا بنك اللي هي موجودة في كوت ديفوار والسنغال وكذا، هي اليوم ما لقاتش توازن في الحسابات نتاعها، ولكن وليس بدراهم المغرب، بدراهم بلدان الخليج اللي راهم يستمتعون. وبالتالي الاستثمارات اللي يديرها فيها المغرب هي استثمارات دبلوماسيه سياسيه صحيح. ليس اقتصاديه محضه. لأنه ربما البعض يقول بأن المغرب وخاصة هناك ادعاء مغرض خطير للغاية لدى بعض أعداء المغرب أن المغرب كان دائما خارج الصف الإفريقي، المغرب دائما ينظر إلى العالم العربي أو العالم الأوروبي نظرته متوسطية أكثر منها إفريقية، في حين أن المسألة خاطئة بشكل كبير للغاية. المغرب سوف يأتي بمشروع بناء وليس بمشروع تدمير، وفي النهاية سوف يعطي مجموعة من الدروس لمن يهمه الأمر، خاصة من فشل في تدبير شأنه الداخلي والذي لا يمكنه لحد الآن أن يعطي درسا لدولة بدون موارد، بدون بترول، بدون موارد طبيعية كبرى، واستطاعت أن تصبح من الدول الصاعدة، وهي الدولة المستثمر الثاني داخل القارة الإفريقية والمستثمر الأول في إطار دول الشمال الإفريقي.